وزغرتي اللي ما انتش غرمانه. لو نصيبك هتاخديه وانت قاعده مكانك، ما كانش ربنا خلق السعي. ده اكبر دليل على صدق كلامي ان بيتحقق دلوقتي معجزه قدام حوالي 100 مليون نسمه. ازاي متقبله فكره ان تعدي عليكي سنه كمان وانت بتعملي نفس الحاجه مع نفس الاشخاص هما اللي بتنامي عليه بالليل بتصحى عليه تاني يوم الصبح؟ لا، ده انت كمان الموضوع مش مضايقك. المعجزة اللي انت مستنياها تغير لك مجرى حياتك ومسار حياتك، انت بس لوحدك اللي هتصنعيها. كبرتي وكل يوم بتكبري اكتر. يعني جه الوقت اللي انا همسك فيه زمام اموري وابدأ انا احل مشاكلي بنفسي. مفيش حد مسؤول ولا المفروض يكون مسؤول عن حياتك إلا أنت وبس. ازيكم وحشتوني وبتوحشوني كل فيديو عن الفيديو اللي قبله. فيديو النهاردة أنا متحفزة له جدا عشان حاسة إن ربنا بعت علامة تثبت للناس صدق كلامي، او لما بحكي عن تغيير جذري حصل في حالي ومعجزة حصلت في حياتي، ما بيبقاش ده كلام بيتقال في فيديوهات وخلاص. لايكات كتير على الفيديو عشان اقولك ايه المعجزة اللي حصلت وتعملي ايه انت كمان عشان حياتك يحصل فيها معجزة. لاحظت الفترة اللي فاتت من ناس كتير قوي بتتابعني، اولا بيكونوا مبسوطين جدا من الفيديوهات وده شيء بيفرحني اكتر، بس مشكلتهم اللي بيقولوها في التعليقات: انا عارفة يا سهى انا عاوزة ايه بس مش عارفة ابدأ. الحاجة اللي انا حطاها في بالي دي ازاي ابدأ بيها ولا ابدأ منين؟ بصي، ساعات لكلمة التغيير نفسها معنى تاني، التغيير اللي انتوا مش عارفين تاخدوه في حياتكم عشان لسه واقفة مكاني ومش عارفة اختار نفسي. انتي لسه ماشية في نفس الريتم وبتقولي لنفسك انا ان شاء الله هوصل، ان شاء الله انا هعمل، هيحصل اي تغيير طالما كده انا مكملة وماشية بنفس الاسلوب ومع نفس الناس ونفس حياتك بمحاولاتك هي ده كمان بنفس الروتين بتاعك، واللي متوقعاه هتحصل معجزة عشان بس انا حاطة في دماغي ان عايزة اغير حياتي وعاوزة اغير شخصي، بس ما عملتيش اي حاجة. انك تتغيري وتغيري حياتك كلها بتبدأ من اني اختار نفسي اولا. ازاي يا سهى الكلام ده؟ بصي يا ست الكل، قبل ما هقولك ازاي بتختاري نفسك وبتغيري على اساسها حياتك وتصنعي لها المعجزة اللي تغيرها كلها وتقلب حياتك كلها، لازم تعرفي ايه السبب اللي معطلني، اللي مأخرني، اللي مشوشر عليا، اللي مخليني مشوشة في حياتي كلها. هحكي لكم كده مثال بسيط في حياتي. اول ما بدأت في بالي ان اعمل فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، يعني على السوشيال ميديا كلها، الكلام ده كان من سنة كام؟ من 2017. ما تستغربيش، عملت فيديو ولا فيديوهين ونزلتهم، مش عاجبني، ما جابوش مشاهدات، ريحت شوية يجي شهر شهرين 3 كده، رجعت تاني عملت فيديو تاني نزلته، مش ما عنديش الاستعدادات، الكاميرا مش اللي هي مش مساعداني. لما بقى اجيب تليفون كويس هبقى ابدأ اعمل فيديوهات، واريح تاني شهرين 3 4 وسنة، وارجع تاني اصور فيديوهات تاني. المطبخ مش عاجبني، المطبخ مش مساعدني. لما اروح شقتي الجديدة ان شاء الله بإذن الله هبقى اعمل فيديوهات فيها هتكون ان شاء الله افضل، واركن تاني واريح تاني بالشهور والسنين. وخدي عندك بقى من 2017 و اعذار مرة على مرة انا قاعدة مكاني. السنين عدت انا ما عملتش اي حاجة، انا لسه عند نقطة الصفر، انا مش بتحرك من مكاني، ما طلعتش ولا حتى نص خطوة لقدام. مرة واحدة فقت لنفسي: ايه يا سهى كمية التأجيلات دي؟ الموضوع ابسط من كده. انت عايزة تبدأي وتعملي فيديوهات؟ ما تبدأي. ايه المشكلة لو بدأت صغيرة؟ ايه المشكلة لو بدأت بإمكانيات قليلة؟
ايه المشكلة لو ما بدأتش بحاجات اللي هي البروفيشنال، الحاجات اللي هي القمة؟ هيحصل ايه يعني لو ما بدأتش مرة واحدة او من اول مرة بشكل مثالي اللي هو 100%؟ لقيت نفسي المطلوب مني بس هو اني بدأت وخدت الخطوة، وشوفوا انا فين دلوقتي. اي فكرة عاوزة تعمليها، اي هدف عاوزة توصلي له، لو حطيتي في الاول العقبات وتوقعتي السيء بس وتوقعتي الوحش بس، انا عاوزة ابدأ مشروع اكل بس ما عنديش ديب فريزر، انا نفسي اعمل اكل بيتي بس ما عنديش عجان، مطبخي صغير، ما عنديش امكانيات، ما عنديش حلل كبيرة. لا ده الامكانيات عندي مش هتساعدني خالص. بس كفاية، بتفكريني بنفسي مليون حجة وعذر. بالراحة شوية على نفسك، مش ضروري ابدا كل الحاجات اللي انت بتفكري فيها دي. انا لما جيت بدأت في مطبخ نص متر، بغض النظر عن ان نجحت فيه او فشلت فيه مش مشكلة، انت لسه عايشة وعندك الوقت اللي هتبدأي فيه من تاني، وانت شخص احسن، شخص مدرك اخطائه، عنده خبرات في الحياة بتيجي من الاخطاء اللي بقع فيها، بس انت ابدأي. واكبر دليل على كلامي والمعجزة اللي حاصلة دلوقتي وصاحبها نفسه بيتكلم عنها، معجزة الممثل سامح حسين. بدأها من تحت الصفر، شوفوا قد ايه كان صغير، شوفوا كان فين وبقى فين، من فواعلي لعامل لكومبارس في مسرح لممثل صغير لشخص كل الناس، كل دول العالم بتتكلم عنه. هنا المعجزة هو صنعها لنفسه، فضل يجري لها ويسعى لها، ما قالش هبدأ من بكرة، ما قالش لا أنا عاوز لما أبدأ حاجة كبيرة. ما هو يا بدأت حاجة كبيرة يا بلاش خالص. ما قالش لما ربنا يأذن إن المعجزة دي تحصل لي هتحصل لي وأنا قاعد مكاني. هو اللي جري عليها، وهو اللي دور على الفرصة لنفسه، وهو اللي حط نفسه فيها، واللي حصل ده كان جزات السعي من عند ربنا. هو ده توفيق ربنا للبني آدم اللي بيسعى. ما هو لو الشخص ده بعد كل ده ربنا ما وفقهوش، اللي تعب وسهر وجري وشقي وجري على لقمة عيشه وهدفه عشان عاوز يعمل ويوصل، يبقى هيوفقك انتي يلي بقالك سنة او اكتر نفسك بس تبدأي بس ما بتاخديش الخطوة. لا اكيد لا، مش هيكون عدل. المعجزة اللي حصلت لسامح حسين أنا بعتبرها رسالة من ربنا في أيام مفترجة لينا كلنا، والمعجزة دي كانت حصلت في حياتي واتكلمت عنها كتير جدا. هي حصلت لي لما أنا أخدت لها مليون خطوة. هحطلك اللينكات دي في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. ابدأي وما تحطيش في بالك أي عقبات، وإن قد إيه الطريق ممكن يبقى طويل وممكن يبقى صعب. مش مهم خالص، المهم أنا أبدأ وأتحرك. أي طريق في الحياة فيه صعوبات وفيه مشاكل، حتى لو الطريق ده أو الهدف ده اللي أنا رايحاله متأكدة جدا إنه سهل وإن إمكانياتي أكبر من الهدف ده، سهل قوي إن أنا أحقق نفسي فيه، برضو هتقابلك فيه مشاكل وصعوبات، ده أنا مجبرة عليها ومجبرة إن أنا أحلها ومفيش أي مفر منها. بس على الأقل لما هاجي هختار المشكلة اللي أنا بحبها، أو على الأقل هتقدري تتحمليها. بس اوعي تكون المشكلة الوحيدة اللي انت قادرة تتحمليها هي انك تفضلي قاعدة مكانك بلا هدف وما تسعيش. تكوني بني آدمة راضية بحياتها من غير هدف، من غير شغل، من غير حلم، من غير طموح، من غير شغف. احنا ربنا خلقنا بعقول، عقلي دايما في تطور، دايما في نضج. المعلومات الحياتية اللي بتدخل دماغك كل يوم او على مدار يومك كتير جدا، بس وانتي بقعدتك دي وماسكة تليفونك بالساعتين 3 4 او قاعدة قدام التلفزيون
متابعة في اليوم ولا 3000 مسلسل. فكرك بتدخلي لمخك معلومات او اي حاجة هتنفعك؟ ابدا. قفلتي على مخك بالمفتاح في زنزانة. تعالي كده تخيلي معايا، غيرتي اهتماماتك، الساعة ولا الساعتين ولا التلاتة اللي قاعدة بتقلبي فيهم كده على الفيس، فضلتي تدوري فيهم على ان ازاي ابدأ مشروعي، ايه الاخطاء اللي مثلا ما اقعش فيها، اسمع نصايح، اسمع معلومات، اتفرج على تجارب لناس حقيقية عاشوها. حياتك هتتغير؟ هتتغير للأفضل كتير جدا جدا. تجارب ومشاريع ومعلومات ونصايح. ولا متابعة ام حموكشة وابنها سيد عملوا ايه في صاحب البيت. ربنا ما خلقكيش عشان تفضلي واقفة مكانك، ربنا خلقك وحطلك عقل في مكانه، وجسمك قادر ياخدك لأي مكان. معناها اني ما عنديش اي حجج، واللي انا فيه ده مش عشان قدري كده ولا نصيبي كده. نصيبك هتاخديه بعد السعي. لو نصيبك هتاخديه وانت قاعدة مكانك، ما كانش ربنا خلق السعي. ربنا سبحانه وتعالى ادانا كل شيء، ادانا عقل، اداني ايد، اداني رجل، اداني عين، يعني افكر وادور واسعى، ونصيبي وقتها هقول انا فعلا اخدته. اوعي تستني حد يجي ويقولك يلا قومي يلا بينا وياخدك من ايدك لهدفك. ابدا، محدش هيعمل كده، حتى اقرب الناس ليكي. ما تستنيش صاحبتك تجيبلك شغل في الشركة اللي شغالة فيها، ما تستنيش بنت خالتك تدخل معاكي شريكة في مشروع. والأحسن ان ده ما يحصلش، لان لو ده حصل عمرك ما هتعرفي تختاري نفسك الا بعد ما هتتخذلي من اقرب الناس ليكي. خليني احكي لك على حاجة. انا في اي مجال دخلته محدش علمني اي حاجة، محدش وقف جنبي، زي ما بيقولوا كده انا اتلطشت. محدش نصحني، محدش وجهني، محدش قال لي اعملي ده وياكي تعملي ده، او ما ينفعش تعملي ده، او ده غلط. مع ذلك بوصل وبحقق اللي انا عاوزاه، لاني وقتها كنت عارفة اني مش هلاقي الا التبكيت. انت اللي عملتي كده في نفسك، كان ايه لازمة اللي انت بتعمليه ده؟ اتحملي دلوقتي نتيجة غلطك بقى. انت مسؤولة من راجل ما كانش ليكي ان انت تعملي اصلا كل ده. الست مكانها في بيتها بس متستتة، تشوف بيتها وتشوف عيالها وما تخرجش من مطبخها. اشربي بقى، انت كنت ناقصة خسارة ولا وجع قلب؟ وبعد ما كل واحدة قالت لي رأي مختلف في حل مشكلتي عن التانية، لقيت نفسي بقيت مشوشة اكتر، وبرضو مشكلتي ما اتحلتش علشان ركزت في الكلام اللي بيتقالي شمال ويمين، لغاية ما خلاني اتشتت وبعدت اصلا عن مشكلتي الاساسية. واللي قالت لي حل مشكلتي قبل كده ورجعت تاني عشان تطمن عليا وقالت لي عملتي زي ما قلتلك ولا لأ، ويا ترى وصلتي لإيه، هي مش بتطمن، هي عايزة تعرف نهاية المسلسل ايه، وتاخد خبرات على حساب تجربتي انا اللي لمساها، مش من وجهة نظر فتي الناس. وكل اللي عنده كلمة بيقولها، يلا ما هو مش خسران حاجة، وزغرتي اللي ما انتش غرمانة. يعني على قد ما اي شخص اداني نصيحة وقد ايه هو متأكد انها صح من وجهة نظره، فهي هتكون غلط من وجهة نظري انا. الشخص ده ما عاش حياتك ولا عاش مشكلتك عشان تستعيني بيه. في اغلب الاحيان كده بيحصل لنا مواقف، المواقف دي ممكن تهيألي ان انا واحدة مش ناضجة بأي حاجة بقى تخص حياتي، مش مؤهلة لكده. انا كان بيحصل معايا كده كتير، لا انا مش كان بيحصل معايا كده كتير، تقريبا كانت هي دي شخصية سهى. ما عنديش ثقة في اي قرار في حياتي، معرفش اللي انا هعمله ده صح ولا غلط، او هيعود على حياتي بايه. زي موضوع الفيديوهات اللي حكيت لك عليه ده، انا عاوزة اعمل فيديوهات وانام واقوم، هو انا ما عملتش فيديوهات ليه؟ انا نفسي اعمل فيديوهات زي الناس، ما وريش اي حاجة غير اني اقعد اندب حظي بس، وانا من جوايا في شخصين، شخص بيتكلم وشخص تاني بيرد عليه. طب خلاص، انا بكرة هيجي هقوم اعمل فيديو حلو جدا وانزله
وان شاء الله استمر على كده. بكره عليا ما عملتش فيه اي حاجة. اللي بيخليني مش واخدة الخطوة او مش عايزة ابدأ او مش عارفة اخد الخطوة ان في كده اصوات من جوايا، عقلي بيكلمني. فكرك لو انت عملتي فيديوهات هتوصلي اصلا ولا هتعملي حاجة؟ الناس دي فين وانت فين؟ انت مش قدهم ولا قد دماغهم. الناس دي عندها حظ، ده انت يا سهى اللي فقرية. فكرك هتيجي معاكي يعني؟ والله لو عملتي نفس الحاجة اللي كل الناس الناجحة عملتها ونجحت فيها هتيجي لغاية عندك وهتقف. رحت انا وصاحبتي اشتري بلوزة، دخلنا محل، اخدت رأي صاحبتي واخدت واحدة واقفة بتشتري من نفس المحل، اخدت رأي البنوتة اللي واقفة بتبيع في المحل، اخدت رأي كل الناس اللي داخلة وخارجة في المحل واللي معدية من قدام المحل. كلهم اجمعوا على ايه؟ البلوزة دي جميلة، حلوة عليكي. تمام، خدتها. كل اللي شافني قال لي حلوة عليا. روحت البيت ببص على نفسي في المراية، مش عجباني. ما تلوميش حد، ما تلوميش إلا نفسك اللي معرفتش تختار أو تفكر لنفسها. وحطي كل مواقف حياتك على الموقف ده. بالتالي انت هنا محتاجة حد في حياتك، حد يمشيكي، حد يوجهك، حد يرشدك، حد يقولك اعملي ده وما تعمليش ده. وبكده بنرجع للنقطة الأولى اللي اتكلمنا فيها، انك محتاجة حد يمسك حياتك ويمشيها، وفاكرة ان انت بتمشي صح، لكن للأسف هو بيخربها. من هنا بيجي عدم الثقة. مش هبقى واثقة في نفسي، هقلل من نفسي. لا، انا بدل ما اقول انا مش عارفة انهي الاحلى، دايما تايهة، دايما ضايعة، دايما مش عارفة اخد قرار، اللي هو كالعادة يعني لما ربنا يسهل بقى ابص لنفسي في المراية، عجباني يبقى خلاص عجباني، مناسبة لجسمي، سعرها مناسب ليا، لونها حلو، خلاص هي دي الحاجة اللي عجباني وهي دي الحاجة اللي هاخدها. طلعت بوريها لصاحبتي، وحشة، ده دي أحلى، وأجمع مليون رأي في المكان إنها مش حلوة والتانية أحلى، بس أنا شايفة إن دي اللي حلوة والتانية مش عجباني زي دي، يبقى هي دي، يعني هي دي وحشة. انت شايفاها وحشة بس دي عجباني، ده ذوقي، دي اللي انا مرتاحه لها. محدش ليه انه يتحكم في احساسي او يتحكم في رغباتي، انا عايزه ايه او مش عايزه ايه، ايا كان الشخص ده. وحشه من وجهه نظرك، وحشه لان ده ذوقك. وجهه نظري انا بتقول انها حلوه، وحلوه عشان ده ذوقي. دول مش زي بعضهم. دايما قولي لنفسك أنا بحلم بكذا، أنا هحقق كذا، أنا هستمر في كذا عشان أحقق ده. إن شاء الله هنجح في الحاجة دي عشان أنا قادرة، عشان أنا قدها، أنا قادرة أحقق أي هدف، وبالذات الهدف اللي أنا هقرر إني أخدته لنفسي وهقف عليه ومش هتخطاه لغاية ما أحققه. اوعي تيأسي، أي شيء في الدنيا بيتحقق. حلمك كبير، انتي اقوى واكبر منه، بس انتي اوعي تستسلمي. كل حاجة بتيجي مع الوقت، كل حاجة بتيجي مع بذل المجهود، انتي بس استمري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة عليك النهاردة وقدرت افيدك ولو بمعلومة صغيرة قد كده. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وانتي احسن حد في الدنيا كلها ومحقق كل اللي بيتمناه يا رب. يلا سلام.